بس قلت 6 حاجات، عاوز كل واحد يقول حاجه واحده. ها بصحى الصبح بصلي بقرا سورة الصباح. باجي المدرسة. ماشي. اليوم انا بص انا عاوز ايه؟ هو واقف لحد ما بيجي المدرسه، عاوز الام يكمل. يعني خلاص هو قام وصحي، ما انت عملت نفس الحاجه. لا سؤال بعد صلاة العصر. انت جيت من الصبح للعصر على طول؟ انتوا على فكره اقعد. ها انا اشتغل بعد ما بنخلص المدرسة بيكون لنا الدور وبنزل علينا هنا، فبنروح البيت بعد ما كنا نصلي الظهر تمام. نقعد بقى مثلا اللي بيروح مثلا كمل مذاكرته او اللي بيروح ينام. بس خلاص روحت، بتعملوا ايه تاني؟ اقرا في المصحف. تقرا في المصحف ماشي. شغال ايه؟ يبقى شغال ايه؟ شغال ايه؟ هو شغال ايه؟ طيب خلينا بقى نرتب الكلام. يعني انتوا قلتوا بتقوموا من النوم كويس؟ وقلتوا بتصلوا، هصدقك ماشي. وبتبقوا مدرسة. نسيتوا حاجة مهمة. انت بتدخلنا في سكك كده، انا مش عارف جو العلم والايمان ده مش لايق عليكم. خلينا نتكلم في الواقع شويه، خلينا في الواقع. نسيتوا حاجه مهمه. تاخدوا فلوس ولا ما تاخدوش؟ بتكلم عن الريال. سيبك من اللي ما بيشتغل. انت بتشتغل؟ انت بتشتغل؟ لا انت بتشتغل وبتاخد ولا بتاخد؟ ايوه بنشتغل هنا انا بشتغل باخد من فلوس الشغل. ايوه يعني بتاخد فلوس ولا ما بتاخدوش؟ بناخد فلوس شغلنا. يعني انت بتصرف على نفسك بنسبه 100%؟ لا ما حدش بيصرف على نفسه 100%. يعني في حاجات. ما انت قلت بص اسمك ايه؟ اما اقول لك 100% وتقول ما تجيش تقول لي لا انت حد بيصرف على نفسه بنسبه 100%؟ ما حدش هنا بيصرف على نفسه. بس حتى الشغل اللي انت بتشتغله ده بتجيب ابويا. بتجيب تيشيرت، بتجيب بنطلون، ما يصرفش عليك يعني انت مش شغال في وزاره الخارجيه يعني، صح؟ طيب كلت ولا ما كلتوش؟ الحمد لله. جيتوا المدرسه صح؟ لقيتوا ايه بقى؟ بنيجي نقف في الطابور لقيتوا المدرسه؟ تمام؟ طيب لقيت مدرس فاضل؟ الشركة الراجل بيفهم بقى بقاله ساعتين، كل واحد يقول الساعه المفروض يقول ماشي. طيب يعني جيتوا لقيتوا مدرسه الحكومه بنياها بفصول وتخل، معانا مدرسين عشان يشرحوا لكم صح؟ وبعدين بتروح البيت تلاقي بيت موجود او شقه واكل وناس بتخدم عليك وناس بتكوي لك هدومك وناس بتغسل لك هدومك صح؟ يعني انت وصلنا في الاخر لايه؟ ان انت من ساعه ما بتقوم من النوم لحد ما بتنام بتاخد كل حاجه. صح كده ولا انا غلطان؟ بتاخد كل حاجه. يعني لبس موجود، تعليم موجود، اكل موجود صح؟ عاوز فلوس بتاخد، عاوز فلوس درس بتاخد، مظبوط كده ولا مش مظبوط؟ طيب ما انت كده خدت حقوق ولا ما خدتهاش؟ عليك واجبات صح؟ الله ينور عليك. مين قال لك عليك واجبات؟ السؤال بقى زي ما انت بتاخد حقوق كده كامله بتعمل اللي عليك؟ حد يقول ايوه. محدش بيرد على مين؟ اكيد حد يقول ايوه. اكيد بنعمل حاجات وحاجات لا. بس مش طيب انتوا بقى ما سالتوش السؤال. طب ايه هو اللي علينا؟ صح؟ يعني انت دلوقتي اللي ليك انت خدته وعرفناه. طب اللي عليك بقى اللي هو ايه؟ المفروض انك تعمل ايه بقى؟ اتعب يا امي. ماشي. ماشي واشتغلت في المدرسة اللي انا يبقى المذاكرة. الحاجة الثانية؟ الصلاة. الحاجة الثالثة؟ انك تكون مؤدب. اختصار للكلام، ما هو مكالمة مؤدب دي هتخش بعدها تطلع ابوك وامك وانك ما تبعد عن المشاكل وانك تسمع كلام مدرسينك صح؟ يبقى انت كده مطلوب منك 3 حاجات. أول حاجة الصبر. تاني حاجة انك تكون مؤدب. ثالث حاجة المذاكرة. كم حاجة؟ 3 حاجات. بتاخد قصادهم كم حاجة؟ حاجات كتيرة. تاخد كل حاجة. صح؟ طب انت كده كسبان ولا خسران؟ طيب الحاجات اللي انت هتعملها دي اللي انت هتعملها اللي هي المفروض عليك تعملها لمين؟ وده ايه؟ لنفسك صح؟ لنفسك. كل حاجه لنفسك. ما انت هتصلي لنفسك برضه، هو ربنا قادر بس مين المستفيد؟ انت مش انا.
انت بتصلي ولا بتصلي لنفسك؟ طب انت لما بتذاكر لمين؟ مش ليك صح؟ طب انت لما بتكون مؤدب لمين؟ صح؟ يعني انت في كل الاحوال سواء في اللي ليك او في اللي عليك انت كسبان برضه. صح ولا انا غلطان؟ صح؟ طيب لما انت كسبان في كل ده وكل اللي ليك واللي عليك انت كسبان فيه، السؤال بقى بتاعي بقى البسيط خالص السهل. ليه 80% من حضراتكم ما بيعملوش اللي عليهم؟ صح ولا كلام؟ ايوه عارف الناس اللي بتعمل كتير ولا شويه؟ شويه. واحنا لما بنحكم على حاجه بنحكم على كتير ولا على شويه؟ كتير. على كتير. بنقول مدرسه مبارك كل الطلبه اللي فيها كويسين، هل معنى كده مفيش ناس وحشين؟ لا في بس الكتير محترمين. الحكم العام الافضل، الحكم لمين؟ العام للكتير، بنحكم على الكتير، انما الشويه دول بنقول ايه؟ كده موجودين، لكل قاعده ايه؟ شواذ. لكل قاعده ايه؟ طيب انتوا بقى ما بتعملوش اللي عليكم ليه؟ زي ايه؟ حاجه زي ايه؟ الراجل اللي بيضحك ورا ده الشيطان ماشي مثال. يا توماس. راك توماس ما بتعملوش اللي عليكم ليه؟ عليا شغال ايه؟ يا برضه يوم ولا مش شهر؟ برضه باين. 5 ونص. طب انت متخصص سنه ايه؟ ملوش علاقه بال لا كذا مجال. دي ما بتشوفوش الشغل المتعلق باللي انت بتعمله هنا. لا عشان لسه ما كنتش مع احد، لسه بكون معاك كذا مجال. يعني انت بتعرف تخيط؟ مش لازم تعمل يعني. ماشي يعني انت شغال على انتاج مكنه. شغال على مكنه سنجر ولا اوفر ولا ايه؟ سنجر. انا كنت شغال كذا قبل ما اتعين يعني. الشغل مش عيب. بس لازم تبقى فاهم حاجه مهمه جدا جدا. ايه الشغل في المرحله اللي انت فيها دي اصل ولا فرع؟ اصل. فرع. صح؟ امال الاصل ايه؟ اصل الدراسه. فانا مش عاوز الفرع يجيك عند الاصل. واصله الفكره ولا مش واصله؟ واصله. انت شغال مفيش مشكله، شغال ليه؟ عشان تجيب قميص، تجيب بنطلون، تدفع فلوس درس، تساعد والدك، ماشي كل ده جميل. انما في الاخر انت في مذاكرتك في مدرستك عامل ايه؟ متفوق ولا؟ ده السؤال اللي يتسال. انما تفرح ان انت شغال دلوقتي وتيجي اخر ال3 سنين تلاقي نفسك زميلك جاب مجموع دخل كليه هندسه وبقى مش مهندس وانت شغال في مصنع زمان. ويمكن بعد 5 سنين اللي هو راجل مهندس عليك وانت شغال عادي. وصلت الفكره ولا ما وصلتش؟ يبقى اللي هيحدد